الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ابعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وموت الضمير. اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم جميعا. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى جايبين العيش ورايحين فين؟ رايحين نفطر مع ماما. ما كانتش عارفة ان احنا رايحين نفطر معاها، عملت لها مفاجأة. جبنا العيش وطبينا عليها الصبح كده. اهو وادي روان، هي جابت عيش واحنا جبنا عيش. تعالي يا روان. خشي. طب ورين عيش. ايوه دورين هنقضيها فرون بقى. ده انا شايفك عند الفرن عماله انادي عليك اقول لك يا روان يا روان يا روان، مش سامعاني. ما بتردش علي ليه يا روان؟ كنت وقفت بجيب معاها عيش وعماله اقول لها يا روان يا روان مش عايزه تروح. وانا كنت سامعاني. ها؟ كنت سامعاني. مش سامعاه؟ طب ازاي هو جاب عيش صغير وانت جبتي عيش كبير؟ المشكلة هنا بقى. ازاي يا سي؟ تعالي يا خديجه. ماما كانتش عارفه ان احنا نفطر معاها، فكانت بعتت روان تجيب عيش على ان هما يفطروا هما. جبنا احنا عيش وروان لقيتها طالعه وجايبه عيش. هنا بقى كنا بننده على خوخه عشان تيجي تفطر معانا. اختي ساكنه في البيت اللي في وش ماما على طول. ابعتي خوخه. بعت بقى ياسين وروان جابوا لي ايه؟ جابوا لي فول ساده بس وعجينه طعميه، وانا قلت هحضر طبليه فطار من عندنا احنا من البيت، بس ان شاء الله هتبقى حاجه كده حلوه وتفتح النفس. البطاطس عندي كانت نوعين، يعني اشترينا النوع الاول جبنا عليها نوع تاني، فمرضتش ان انا احمرها لان بتطلع دي تحميره ودي تحميره، يعني مرضتش. المهم قلت اعملها بطاطس سلطه. قشرتها حتى هتبان هنا في التصوير. بص، في بطاطسيه بيضه وبطاطسيه صفرا، فبتختلف في التحمير بقى، تبقى شكل واحده وواحده، فلا قلت اعملها لهم بطاطس سلطه. بقطعها بغسلها كده حلو، بقشرها بغسلها حلو، واقطعها مكعبات واحط عليها فصين توم شويه زيت وشويه ملح ونص كوبايه ميه، واسيبها تاخد غلوه واحده بس على البوتاجاز، واقوم موطيه عليها تستوي براحتها. وبعد كده بقوم هرسها بالشوكه. عملت ايه كمان؟ كنت جايبه معايا بتنجان من البيت، قلت ان انا نقليه كده، والفلفل برضو بيبقى طعمه حلو جنب الاكل، وبنرش عليه ملح بشطه بكمون، بيبقى سخن كده وريحته حلوه وبتفتح النفس. وغسلت القوطه طبعا عشان انا قلت هعمل الفول، هعمله فول بالقوطه. فصين توم كده واقطع القوطه، وشموا بقى ريحه الروايح الحلوه دي كده على الصبح، بتفتح النفس والله. اهو بصوا كده، انا هولع على البطاطس، قلت تستوي كده قبل ما احضر بقيه الاكل. حطيت نص كوبايه ميه وفصين توم شويه ملح وحبه زيت، وبسيبها تاخد غلوه واحده بس، واقوم موطيه عليها النار هاديه خالص تستوي براحتها. وبعد كده بهرسها بالشوكه. هنا بقى قطعت البتنجان كده شرايح، قلت احضره برضه عشان اقليه على طول ورا الطعميه. وبعد كده بقى اقطع القوط علشان خاطر اعمل الفول. احلى حاجه اللمه والاجواء الجميله. لما صدقنا بقى خلصنا امتحانات، وقلت بقى اعمل لماما مفاجاه واروح افطر معاها الصبح انا وعيالي. بس ما كانتش تعرف ان انا جايه. لقيت روان راحت جابت عيش وجت. حتى ياسين بيستعجب بيقول لها ازاي انا عماله اندى عليكي في الفرن ما بترديش عليا، مع ان احنا جايبين من فرنه تانية خالص وهم من فرنه جنب البيت. هي ماما قريبه مني بس يعني بتاع شارعين 3 كده. كان عمال يشتغلها ويضحك عليها. اي يوم مع ماما واي لحظه بقضيها معاها ما تتعوضش. قطعت بقى القوطه كده صغير، وعليها يعني ربع قرن فلفل. هو مش حامي قوي بس عشان برضو عيالي ما بيحبوش الشطه، وخوخه كمان طالعه تفطر معانا. انا طول ما انا قاعده خوخه لازم تبقى موجوده.
حطيت شويه الزيت وفصين الثوم وقلبت كده القوطه بالفلفل وشموا بقى الريحه وجمالها. ابص كده بعد ما استوت شويه الطماطم، وادي البطاطس برضو اديها تقليبه اهي لسه. حطيت الفول بقى واقلبه وهغطيه كده خلاص، هطفي عليه يبقى الفول كده خلص معايا. والبطاطس كمان كده يعني فاضلها حاجه بسيطه وهقفل عليها. هنا بقى كنت هقلي الطعميه، قطعت الكيس كده من على جنب حاجه بسيطه وابتدي ان انا اخد منه واقلي على طول. مش دبكه ولا حاجه، يعني حاجه بسيطه. وعايزه اقول لكم كانت موفره جدا معانا. الناس اللي عايشه معانا هنا في القاهره عارفين ان الطعميه وصلت لجنيه ونص واتنين جنيه، وفي بعض الاماكن ب3 جنيه. احنا جبناها بقى كده يعني الكيس ده كان ب5 جنيه، وشوف هيطلع لي طبق قد ايه. حمرت شويه كده في الطاسه عاديين، وبعد كده بقى في شويه تاني حطيتهم في الطبق، حطيت عليهم طماطم مقطعه صغير و... وقرن فلفل صغير. يعني كانت بنت خالتي في مره عملتها لي كده، وبصراحه طعمها عجبني قوي، وكان نفسي فيها ان انا اكلها تاني. فقلت يعني اهو بصوا، حطيت شويه طماطم على شويه فلفل وقلبتها مع الطعميه، ما سابتش ولا حاجه. والله كان طعمها جميل جدا. قلبتها بقى كده، اطلع الطعميه دي واعمل دول. وشوفوا الكميه بقى الجميله اللي طلعت من الكيس ابو 5 جنيه. لكن انا ما اروح حتى لو جبت ب10 جنيه بيديني كام طعميه، ما بكملش 6 7 طعميات. هطلع دول بقى كده وهعمل بقيه الطعميه. والله كان جميله وطعمها حلو برضو، وما فكتش خالص معايا. هتشوفوها انتوا كمان دلوقتي. وكل اللي انا جبته من بره جبت العيش وطعميه وفول بس ساده، وعملت لهم طبليه جميله، فطار حلو. احلى ما في الموضوع ان انا بفطر مع امي بس. والله العظيم اللمه حلوه، واي يوم من ايامها والله ما بتتعوض. ربنا يديمها في حياتنا يا رب. هخلص بقى كميه الطعميه دي، وبعد كده هقلي البتنجان وراه على طول. وبعد كده احضر البطاطس كمان، ويبقى كده الطبليه بتاعتنا جهزت. نسيب بقى اقول لكم ايه رايكم في التصوير، قولوا لي رايكم فيه بصراحه. عايزه اقول لكم اللي كان بيصور لي كان ياسين ابني، وباركوله عشان هو نجح، هو ويوسف. الحمد لله ربنا جبر بخاطرنا ونجحوا وجابوا درجات جميله جدا. هو مش اول مره ياسين يصورني على فكره، ياسين كان بيصور لي برضه قبل كده. بس قولوا لي ايه رايكم في التصوير بتاع المره دي. هنا كانت البطاطس استوت اهي، ابتدت ان انا اهرسها. ايه بقى لو جماله، لو انتوا عايزين تدلعوها كمان، لو في شويه لبن كمان او حته زبده هتبقى طعمها جميل جدا. طلعت اهي الطعميه واحط البتنجان كمان، وكده خلاص الحمد لله الطبليه معانا جهزت. وشموا ريحه الحاجات الحلوه كده اللي في البيت تفتح النفس على الصبح. ايه رايكم بقى في فطار اللي يفتح النفس ده؟ ما خدش مني وقت خالص وما كلفنيش كتير. كل اللي صرفته هو 10 جنيه بس. جبت 5 فول و5 طعميه. بص طبق الطعميه ما شاء الله قد ايه. بطاطس اهي اترصيتها ورشيت عليها شويه فلفل اسمر بس برضو بتديها ريحه حلوه وطعم حلو. ما شاء الله بصوا عامله ازاي. اتفضلوا معانا بقى الفطار الجميل ده. خوخه كانت قاعده مستنيه جنبي على الطبليه. نفسي اصور لكم مره خوخه دي بتعمل فيا ايه، نقر ونقيره كده على طول. اشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.